ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اهلا بكم معايا في قناه دودي وصفاتها السهله. وحشتوني جدا جدا جدا. تعالوا ان شاء الله نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا فيديو حلو قوي النهارده بعد غيبه طويله. اول حاجه حطيت كده بتنجانيه على النار تتشوي وبصلايه كمان. وهنا بقى هنعمل تتبيله حلوه هتعجبكم جدا جدا واعتمدوها معايا على طول. كده معلقتين كبار ولا 3 من الثوم المفروم. نزلت عليهم بمعلقه صغيره من الكمون، معلقه صغيره من الكزبره، معلقه صغيره من الزعتر، ونص معلقه من الشطه حسب الرغبه بتاعتك. لو عايزه كمان، لو عندك فلفل هريسه عايزه تحطي منه معلقه، استغني عن الشطه وحطي الهريسه. وبعد كده نزلت بيه مع بربع كوبايه من الخل، وكمان بقى ليمون على قد ما تقدري. وكده نزلت بالملح بتاعي، ظبطت الملح زي ما انا عايزه. قلبت بقى كل الكلام ده زي ما انتم شايفين كده، هدوبه كويس جدا جدا. وبعد كده عندي حبه سمك كده حلوين طازه، هنبتدي ان احنا نحدقهم بيه. طبعا انا غاسله السمك كويس جدا جدا ومصفياه ونقعته في ميه وليمون وملح وكمان حبه من الدقيق. بدات بقى كده، جبت السمك وعامله فيه فتحات من الجنب من بره كده. هحشي بقى كل الفتحات دي من التتبيله الحلوه اللي احنا عاملينها دي. تبليه كويس وسيبيه كده حوالي نص ساعه ياكل في الملح بتاعه كده وتشرب من التحديقه دي، بيبقى طعمه تحفه. انا هنا النهارده عملت نوع واحد من السمك بس، هتشوفوا شكلت منه وعملته بطريقه حلوه قوي قوي. لو انت اول مره كده في القناه، اتمنى ان انت تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. وان شاء الله كده ادعموني، عشان ان شاء الله الفتره اللي جايه هنعمل حاجات حلوه قوي مع بعض. بعد كده بقى جبت كده بصلايه كبيره. طبعا عشان البصل غالي انا كنت بحط اكتر من كده، انا جبت بصلايه واحده كبيره وفرمتها فرم ناعم كده في الكبه زي ما انتم شايفين. هنعمل فيها ايه؟ تعالوا هوريكم هنعمل فيها ايه. جبت حله على النار ونزلت فيها بحبه زيت كده حلوين، وهحط البصلايه اللي انا فرمتها. سخنت حبه الزيت ونزلت كده بالبصلايه زي ما انتم شايفين، وهبتدي بقى اشوح في البصلايه دي كده لغايه ما تاخد معايا لون غامق شويه، عشان هنعمل احلى حبه رز. هنا دي بصلايه تانية هنعمل بيها حاجه تانية، مش هنحطها بقى على البصل. قطعت عليها جزرايه كمان وهفرمهم برده فرم ناعم. يعني عندي حبه من التتبيله فايضين، هوريكم هنعمل فيها ايه دلوقتي. هفرمهم فرم ناعم جدا جدا ونحطهم على التتبيله اللي كانت فايضه معايا. طب ليه التتبيله دي هنعمل معايا حشوه للسمك، هتشوفوا دلوقتي معايا هنعمل بيها ايه. لو وصلتي لغايه كده، اتمنى ان انت تعملي لايك وتدوسي على كلمه اشتراك لو انت جديده في القناه، وشيروا الفيديو كتير عشان الفيديو ينتشر، وعايزه القناه تكبر بيكم، وعايزاكم كده تدعموني وتشجعوني ان انا اصور. بعد كده جبت بقى عودين كده من الكزبره، لو عندك كرفس طبعا بيبقى احلى، بس ما عنديش كرفس جبت كزبره خضراء. قلبت بقى كل التتبيله دي كده كلها مع بعضها حلوه قوي قوي. وهبتدي ان انا هنا البصله خدت لون ونزلت بالتوابل، بس المقطع اتحذف. حطيت توابل ايه، حطيت كمون وكزبره وقرفه، وقلبتهم مع البصله كده، ونزلت عليهم بالميه والرز. هنا عندي سمكتين كبار قوي، قلت بلاش اقليهم هشويهم. مسكت الحشوه دي وحطيتها جوه السمك، والحشوه اللي فاضت حطيت لها ربع كوبايه خل تاني، وحبه ميه من الحنفيه عاديين خالص. بعد كده بقى هنا جبت الرده بتاعتي زي ما انتم شايفين، وبدات ان انا احط السمك في الرده كده من كل ناحيه واشربه من الرده كويس قوي. حاطه صينيه على النار دي مخصصاها للشوي، مش بشوي بره البيت خالص، بشوي في البيت. الصينيه دي مخصصاها للشوي. حطها تسخن على النار على ما احط السمك في الرده زي ما انتم شايفين. الرده دي بجيبها من الفرن بتاعه العيش. خلاص حطيت كده السمك بقى بعد ما الصينيه سخنت قوي. نزلت بالسمك على طول، بحطه الاول على نار عاليه، وبعد كده بهدي عليه النار لما بقلبه على الناحيه التانية، وهنشوف دلوقتي. هنا عايزه اعمل الكفر بتاع السمك المقلي. حطيت دقيق، ما بحطش نشا خالص. حطيت دقيق وحبه كمون وحبه كزبره ونص معلقه من الكركم، بتديني لون حلو قوي قوي للسمك. قلبت كل الخليط ده ومسكت بقى السمك بتاعي. ما بحطش فيه دقيق من جوه خالص، انا بحط يعني بحط الدقيق من بره بس، ما بحطوش من جوه خالص عشان ما يعجنش معايا واحنا بنقلي. وطبعا حاطه صينيه كده او طاسه على النار فيها زيت. هنا بصوا بقى بدا ياخد لون من الجنب ده، هقلبه على الجنب التاني. اول ما ياخد لون هدي النار خالص عليه واسيبه بقى كده براحته عشان يطلع معايا مستوي، لان عندي حجم السمك كبير زي ما انتم شايفين. رشه زيت بسيطه كده عشان برضو ايه، تديني لمعه في السمكيه. هنا بقى الزيت عندي سخن زي ما انتم شايفين. نزلت بالسمك بمسكها من الطرف كده وابتدي انزل بيها عشان الزيت يخش من جوه، يسويها كمان من جوه وتبقى مستويه من بره ومن جوه. بصوا اول ما بياخد لون بنزله بقلب على الناحيه التانية ومخليه النار بتاعتي وسط. هنا بحط ليه قشر ليمون. هنا بحط قشر ليمون عشان ما يعمليش ريحه زفاره وانا بقلي، ويخلي ريحه البيت حلوه قوي. هنا السمك كان على النار والرز على النار، وطيت عليه. قلت اعمل بقى شويه سلطه بابا غنوج كده تحفه حلوه قوي وسريعه. هنا كنت شويه البتنجانيه زي ما انتم شايفين، بدات بقى ان انا اقشرها.
انا بحب احط شنطه كده على الرخامه، اي حاجه انضفها على الشنطه دي على طول عشان ما بهدلش حواليا. وبعد كده باخدها اروح محطها في الباسكت على طول. قطعت هنا، قشرت هنا البتنجانيه زي ما انتم شايفين، اقشر برده البصلايه اللي انا شويتها. وبعد كده تعالوا نشوف هنعمل فيهم ايه. خلاص كده قطعت البصلايه، هقطعها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. خلاص رميت الشنطه، هبتدي ان انا اقطع كل حاجه كده في الكبه على طول. الله اكبر، الله العظيم، مش بعد ما حطيت بقى البتنجان، حطيت كمان برضو عودين من الكزبره، بتديها تست حلو قوي قوي. لو عندك قرن فلفل رومي كمان او سبايسي حطيه. حطيت بقى كده معلقتين 3 من الخل، وابتدي احط التوابل بتاعتها، رشه كده من الملح وكمون وكزبره وسنه صغيره قوي من البهارات. عايزه تحطيها حطيها، مش عايزه تستغني عنها مفيش اي مشكله. وهضرب بقى كل الكلام ده في بعضه. وهنحط كمان الطحينه. طبعا الطحينه بتحطي على قد كميه حجم البتنجانيه اللي انت حطاها. عايزاها برده كتير عايزاها قليل على حسب ما انت بتحبي. انا هنا مش بحب تست البتنجان يبقى باين قوي، بحب الطحينه تبقى باينه اكتر، فبحط كميه طحينه اكتر شويه. هنا خلاص حطيت كمان معلقه كده كبيره من الثوم ونزلت بالطحينه. انا الطحينه دي جايباها سايبه من السرجه على طول. هبتدي بقى ان انا اضربهم ضرب ناعم قوي. بصوا هنا السمك كان خلاص اخد لون من الناحيه التانية، طلعته على طول على الاطباق. وهنا بقى هنضرب كل الكلام ده ضرب حلو وننعمها على قد ما نقدر. في ناس ما بتحبش تنعمها، بتحب تعملها كده بالشوكه، ده حسب رغبتك. انا بحبها ناعمه. هنا جبت بقى الاطباق اللي هقدم فيها على طول لان السمك عندي قرب يخلص. وبدات ان انا بقى اوزعها كده في الاطباق. بصوا شكلها تحفه قوي وطعمها كان خطير. هسيب لك المقادير بتاعتها في صندوق الوصف، وهسيب لك برده مقادير التتبيله بتاعه السمك برده في صندوق الوصف لو حابه ان انت تسجليها عندك وتعتمديها على طول. بعد كده بقى رشه صغيره من الزيت، وهعمل بقى اي منظر فيها. جبت حبه كده من الكزبره وبدات احطها كده على حروف الطبق، ادتني برده شكل حلو. خلصنا كده الطحينه دي، واختي كمان قطعت لنا بقى سلطه خضره كده، طبق محترم كان برده حلو قوي قوي، هتشوفوها دلوقتي معايا. هنا السمك خلص، طفيت عليه وبدات بقى انزل بالتتبيله اللي انا كنت يعني كانت فايضه مني، نزلت عليها. وهنا ده خلاص اخر حاجه من السمك المقلي. هبتدي بقى اصفي كده واحط في الاطباق. وتعالوا اوريكم بقى شكل الرز وشكل السمك والحاجه والاكل بتاعنا بعد ما خلص. كان النهارده غدا سريع جدا جدا، وشكله حلو قوي قوي في التقديم، وهيعجبكم ان شاء الله. بس هيعملي نفس التتبيله دي وشوفي بقى ريحه السمك وطعمه عامل ازاي. هنا بقى حبه بقدونس كده تحت السمك وفوق منه يعني للشكل، وليمونه كده قطعتها، وغرفنا كده الرز. بصوا بقى شكل الاكل تحفه وطعمه كان خطير، والسمك المشوي تحفه ازاي، والسلطه بقى. ويا رب بقى الفيديو بتاعي يعجبكم، وما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك لو انت جديده، وكلمه حلوه منك كده او تعليق حلو منك يشجعني، وشجعوني كده عشان اصور الفتره اللي جايه كتير، وانشروا الفيديو على قد ما. وكده كان غدانا زي ما انتم شايفين، تحفه وبسيط وما اخدش وقت، وفي نفس الوقت شكله شيك جدا جدا في التقديم، والطريقه حلوه قوي. انتظروني الفيديو اللي جاي ان شاء الله.